تحياتي. معانا قطعة من سنة 78 هجرية، قطعة من الذهب الخالص، نادرة الوجود، عالية الثمن، لها قيمة أثرية كبيرة. دينار الملك عبد الملك ابن مروان، زي ما احنا شايفين هنا مكتوب عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الصمد، لم يلد ولم يولد. القطعة دي من الذهب الخالص للملك عبد الملك ابن مروان، من سنة صدرت عام 78 هجرية. طبعا أنا لا أملك هذه القطعة. القطعة دي لا تقدر بالثمن، غالية جدا يعني بملايين، يعني مش ملايين الدولارات، مش ونادرة الوجود. موجودة في متحف في لندن. المتاحف الكبيرة دي هي اللي بتعرف تشتري الحاجات، القطع الغالية دي بتشتريها أو بتجمعها بأي طريقة معينة. طبعا هي لازم تكون في المتحف بتاعهم ده، تكون بطريقة قانونية. يعني ما ينفعش تكون قطعة في متحف بريطانيا مثلا أو متحف اللوفر قطعة مسروقة. القوانين الدولية بتمنع كده. دي لازم تكون موجودة داخل المتاحف بصورة قانونية. المهم مرة أخرى، دي قطعة ذهبية، دينار الملك عبد الملك ابن مروان، صدرت عام 78 هجرية، بتحمل شعار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والوجه الآخر سورة قرآنية أو برضو شعار ديني. أتمنى إن حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والفيديو لو أعجبك اعمل عليه لايك، في حالة عدم إعجابك بيه اعمل ديسلايك. ونشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.